ريال مدريد من بعد ما جه جوزيه مورينيو وهو شغال على الصفقات بشكل ممتاز جدا. جينا يوم مباراة فرنسا والسنغال، والموضوع ده مقصود لان ان ريال مدريد وضع مايكل اوليسيه من ضمن اهتماماته، وان هو مستعد يعرض فيه 220 مليون يورو عشان يقدر يحسم الصفقة دي. جينا بعدها لقينا مايكل اوليسيه اللي ما كانش مركز تركيز كويس في مباراة السنغال. اي نعم ادى بشكل كويس، لكن مش ده الاداء اللي رفعه مايكل اوليسيه، لانه طلع بعد المباراه على انستجرام شال اي حاجه تخص بايرن ميونخ، شال ان هو لاعب في بايرن ميونخ، وشال البايو اللي يبين فيه ان هو بيشارك في نادي بايرن ميونخ. تقريبا كده مايكل اوليسيه متحمس وبشده ان هو يروح فريق ريال مدريد، وبيمني نفسه ان هو بعد بطوله كاس العالم يكون في كتيبه جوزيه مورينيو في ريال مدريد. ريال مدريد اللي انا شايفه بيعمل صفقات موت، يعني صفقات تقريبا كده داخل يدوس بقى على اي حد. السؤال المهم، هل مايكل اوليسيه هينفع مع كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور ولا لا؟